هذه الأكلة إذا سويتيها لربعك تأكد إنهم بيطلبون تسوينها لهم مرة ومرتين وثلاث، بس وسعي صدرك. نخلط البهارات، بودرة بصل وثوم وبابريكا وفلفل أسود وملح، ونبهر بها موزات اللحم. في قدر هوملك حطينا طبقة من الرمل النظيف وغطيناه تماما طبقة من الملح، بعدين وزع عليه سعف نخيل أخضر مغسول، بعدين وزع عليه موزات اللحم مع قطع من الشحم، ونسكر عليه القدر 4 ساعات. وهذه النتيجة الروعة اللي تشوفونها ما شاء الله تبارك الله، لحم كأنه زبدة طري ولذيذ، وبالعافية عليكم.